اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير وبأتم نعمة إن شاء الله. ويكون إن شاء الله كده رمضان سعيد عليكم وعلى أمة الإسلام أجمعين. يلا بينا نشوف سفرتنا النهاردة ايه. هنا عندي خماريت بالملوخية، وعندي الفرخة المشوية دي، وعندي هنا بسلة، وعندي هنا عملت خطيت شوية ملوخية كمان، وهنا عندي سلطة ولسان عصفور، وهنا عندي البتنجان باللحمة المفرومة. تعالوا يلا بينا نشوف عملنا سفرتنا الحلوة دي ازاي. هنا انا رحت السوق بقى، رحت اشتريت البتنجان، واشتريت بتنجان ده والبتنجان العروسة. وهنا عندي الخضرة، وعندي بتاع يعني اشتريت الطلبات على قد الاكل اللي انا هعمله، يعني على قد ان انا اللي هطبخه الوجبة دي. تمام. وعملت ملوخية، وجبت بقى ميكس الجبن. يلا بينا. هنا عملت خطيت الفرخة. طبعا دي تربية بيتي يعني. خطين الفرخة، عملتها نص سلقة كده، وابتديت ان انا اسلقها عشان احطها بقى على ايه، اشويها. يعني انا ما بحبش الفراخ يبقى من اوله مشوي، لا يبقى ايه، يبقى نص سلقة كده، وبعد كده تشويها بتبقى طعمها حلو، وتبقى كده تعرفي تاكليها، بالذات اللي هو الفرخة اللي هي بتبقى تربية بيتك يعني. تمام. يلا بينا. هنا قطعت البتنجان، وزي ما انتوا شايفين كده قطعته وخلصت بتنجان العروسة. وهنا بقى بعمل الخلطة. هنا عندي كزبرة، وعندي جزراية، وعندي أو يعني طماطم، وعندي هنا فلفل، وخطيت الفلفل ورجعت خطيت الطماطم مع الجزر، وخطيت هنا معلقتين من الثوم كبار. يعني البتنجان يعني توم، يعني احنا عارفين كلنا البتنجان يعني توم. تمام. يعني على قد ما انت، يعني انا عن نفسي حطيت معلقتين، اختي بتقولي لا ما تزودوش مش عارفه ايه كده، فانا قلت لها لا البتنجان توم. يعني ايه بتنجان توم وكمون. وابتديت ان انا اعمل، وهبتدي انزل بقى بالكمون والكزبرة والملح والليمون وشوية الخل. تمام. وشوية بسيطة من الفلفل الاسود. تمام كده. وهبتدي يا حبايبي احشي. طبعا انا في بقدونس زي ما قلت لكم، وطماطم وجزر وشطة. تمام. وابتديت ان انا ابهر كده خط الثوم، وهبتدي ان احط بقى في البتنجان اللي انا قليته. زي ما شايفين حضراتكم كده معايا. قلبت كده عشان يدخل المكونات كلها ببعض، الملح والكمون وكلهم كده مع بعض. ادي عصرت الليمون، وهبتدي هنا احشي البتنجان. كنت بظبط الكاميرا هنا. وابتديت ان انا احشي البتنجان زي ما انتوا شايفين حضراتكم، ووريتكم العلبة، وريت لكم العلبة ان انا هحط فيها بعد ما احشي. ابتديت ان انا احشي بقى البتنجان. بسم الله ما شاء الله، طعمه فظيع وحلو جدا. في ناس بتسلق البتنجان، وفي ناس بتحمره زي كده. انا بحب ان انا احمره. تمام. بسم الله ما شاء الله، يعني طعمه روعة روعة روعة.
جربوه يعني والله بجد جميل جدا. والهنا والشفا عليكم. ونقيت الملوخية وخلصت واخدت كوبايتين من الرز. تمام. وغسلتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، مرة ورا التانية ورا التالتة لغاية ما ينضف الرز معايا. تمام. وتبقى المية شفافة. حطيت حلة على البوتاجاز فيها زيت وحطيت شوية الشعرية وحمصتها كويس جدا. بعد كده هحط عليها الرز، هتشوفوا معايا. ما تنسوش يا حبايبي تضغطوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ادي خلاص هيحمر معايا الشعرية. خلاص هنا كمان احمر هنا، وهنزل عليه بكوبايتين الرز وهفضل اقلب فيه كويس جدا. اهم حاجة في الرز التقليبة دي يا بنات. هنزل عليها بالفلفل والملح، وهحط المية وهاجي بقى اول ما تغلي المية هوطي عليه واسيبه يستوي مع براحته يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين ابتديت حطيت الملح والفلفل وخلاص هحط المية وهغطيه. وبعد كده بقى هنبتدي نشوف ايه اللي بعديها. هنا حطينا الحلة وحطينا الشوربة وابتديت ان انا حطيت الملوخية كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بالمفركة بتاعتنا دي. هننزل كده الملوخية كده وهحط كربونات تاني بعد ما اخلص الملوخية. هبتدي بقى كده غلت غلوتين معانا خلاص. واول ما نلاقيها كده طرية معانا الورقة هنبتدي نفركها. تمام يا بنات. هنا هبتدي بقى زي ما بقول لكم هفركها. ابتدت استوت معايا خلاص، فركتها. وهبتدي اعمل التوم يعني الدقة بتاعتها يعني اللي هي التوم. هنبتدي بقى نعمل التوم. طبعا احنا التوم عندنا جاهز ومقشر وكل حاجة. هفضل اخد نقطتين زيت كده وهبتدي اخد معلقة من التوم وهبتدي اقلبه كده جدا. وحطيت شوية ملح وهبتدي احط عليها كزبرة ناشفة وهبتدي اقلب التومة كده جدا. وهحط عليها الملوخية. تمام. في اللحظة دي انا كنت يعني بعمل الشهقة بتاعت الملوخية اللي هي مش عارفة ايه. اختي قالت لي هتطلعيها يا لهوي هتطلعيها، قلت لها لا مش هطلعها في الفيديو. بس يعني والله العظيم ضحكتني كده وقلت احكيها لكم يعني اقولها لكم. بس فحطيت بقى خلاص الملوخية كده. ده بسم الله ما شاء الله ملوخية جميلة جدا وروعة. خلاص كده خلصت. هنا بقى عندي البتنجان قطعتها كده شرايح رفيعة زي كده زي ما انا بوريها لكم. غسلتها كويس جدا وشرحت شرايح بتنجان كده حلو خالص. هنا الزيت بقى بتاع البتنجان الاول قلت بقى كده هحمر بيه. طالما بتنجان في بتنجان فانا هحمر بباقي الزيت اللي فضلت. فابتديت ان انا احمر بيها البتنجان زي ما انتوا شايفين حضراتكم. وهبتدي اخلص وهبتدي اشوف عملت ايه بعد كده. اللحمه المفرومه عشان هعمل بتنجان باللحمه المفرومه. وهنا عندي كانت التتبيله بتاعت الفراخ. انا الفراخ هحطها على الشوايه الكهرباء وهسيبها تستوي برضو مع نفسها. هبتدي عندي هنا بصلايه وعندي طماطمايه وعندي فلفل اخضر وقرن فلفل رومي. تمام. ابتديت ان انا احط توم وقلب الزبادي وبهارات بقى كاري وملح وفلفل والبهارات دي. وهبتدي ان انا كده تبلتها كويس وخليتها ساعة في التلاجة وحطيتها على الشواية بعد كده. تمام. هبتدي احطها على الشواية زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله عملت على الناحية
والناحية التانية عدلتها على الناحية التانية. تمام يا بنات، بسم الله ما شاء الله طلعت روعة والطعم فظيع. هنا كان عندي عيش توست مع بصل، فرمتهم مع بعض مع اللحمة. كانت عندي لحمة يعني قليلة. تمام، فخطيت العيش التوست ده مع اللحمة مع الكزبرة مع ملح وفلفل والحاجات دي. وهعملها بقى هحشيها دي. عملتها كفتة، صبعتها كده كفتة وخطيتها في الطاسة. وبعد كده هجيب البتنجانة، واحدة بتنجانة والكفتة في النص، وافضل الفها كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا بالظبط. تمام يا حبيبي، زي ما انتوا شايفين كده انا هفردها، عملتها كده وخطيتها وهبتدي اعملها في الصينية. كانت الصينية دي واسعة، فابتديت ان انا اجيب واحدة ضيقة شوية. هخلص معاكم الاتنين دول وهقول لكم ان هي ازاي بتلف يعني وكده. يعني زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني روعة روعة جدا، طعمها فظيع بالجبن بالميكس الجبن، والله روعة. تمام، خلصتها هنا زي ما انتوا شايفين، وحطيت حلقات الفلفل ونزلت بقى بالصوص بتاعها، عبارة عن طماطم وعبارة عن مية وعبارة عن مية دافية وعبارة عن ملح وفلفل وزقيتها كده بالحاجات، ونزلت بقى بميكس الجبن. روعة، تست روعة 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 روعة، يعني اديتها تست جميل. وكان خلاص كده اكلتنا النهاردة. ادي بقى الخماريت، طبعا احنا قبل كده عملنا الخماريت. وادي الفرخة اللي شويتها كانت خلاص كده استوت. وهنا عندي اللحمة المفرومة بالبتنجان وسلطة والملوخية، وعملت لسان عصفور. وهنا كانت البسلة عندنا. فكده الحمد لله نعمة ورضا وألف حمد وشكر يا رب العالمين، اللهم دمها نعمة يا رب وأمنحها من الزوال يا رب العالمين. ادي نهاية سفرتنا، يا رب تكون عجبتكم ونلت عجبكم. متنسيش بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. مع السلامة وباي.